عارفين كبدة الشرقاوي اللي بنشمها من على بعد كده وبنتجنن هي ازاي طعمة وحلوة وطرية وجميلة وفاتحة؟ انا جبتلكوا سر الكبدة من محلات الشرقاوي نفسهم. ملكمش حاجة، تعالوا بقى معايا اقول لكم عملتها ازاي. هنا انا عندي كبدة متقطعة شرايح رفيعة وحطيت عليها توم كزبرة ملح فلفل وليمون، تبلتها كويس قوي 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 وحطيتها عندي في التلاجة نص ساعة. الكبدة ما تقعدش اكتر من كده عشان نحافظ على اللون الفاتح بتاعها. بعد كده عندي دقيق وعندي ردة، الدقيق بيكون اكتر من الردة، وابتدي ان انا اتبل الكبدة فيها لحد ما تعمل التعريجة دي شوية على الكبدة. الزيت عندك لازم يكون غزير، درجة حرارة متوسطة. دي بقى التتبيلة الخطيرة. التتبيلة الخطيرة دي اول ما بتطلعي الكبدة او تختفي الدم بتاع الكبدة متخلوهاش لحد ما تنشف في الزيت. واول ما بطلعها بروح مدياها رشه، هي عباره عن كمون كزبره ملح وبخلطهم مع بعض وبرشهم عليها. ودوقوا احلى كبده وبالف هنا. استنى ده أنا نسيت. نديها الرشه. في خلطه كده هقول لكم عليها، ده السر، محلات هتزعل مننا قوي ان احنا بنطلع اسرارها بره. فايه دي مش هتفرقوها عن الكبده الشرقاوي ابدا. دي ما خدتش. ايوه اديها بس. الصوص طبعا الفلفل المقلي جنبها. ماشي، مش كل الناس بتحب انا بحب الفلفل المقلي فهم طب يحبوا. ايه، طيب نجرب مثلا دي، نقطعها كده ونجرب. اقطع شوف. ومعانا طحينه برضو، طبعا فانت برافو طبعا. عليكي. نعمل لقمه طبيعيه جدا وندوق. طحينه قليله بس مش مشكله. قليلة ايه؟ قليلة ايه؟ لا لقمه مظبوطه. بجد 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 الشرقاوي قوي يا جماعة والله. عارفين الكبدة اما اللي احنا بنجيبها من عنده بتبقى فيها تعريجات كده وحلوة وطرية مش ناشفة، مش زي ما احنا ما بنعملها في البيت المردة بتبقى ناشفة قوي، بتبقى لونها متغير، لونها مش فاتح، لونها بيبقى غامق. يعني بصوا انا مش عارفة اوريها لكم طبعا. مش لازم نوريها لهم، احنا هندوقها ونقول لهم راينا ايه. رهيبه، طعمها طري جدا، وفيها اللي هو ايوه الملمس اللي القطمة من بره ده كده. بالظبط. وبعد كده مش رفيعه قوي يعني هي. لا الوجبه دي كانت ب10. كانت ب10 جنيه كانت. انا برضو اقطميها مش لازم كلها. انا هاكلها طبعا عشان حرام تضيع. مش محتاجه بجد. طب انت ما طبختيش لنفسك ليه؟ انت كلت انا كلت. اكل دول لوحدي. يا عالمي، برافو عليك بجد جربوها يا جدعان. جربوها بجد هتعجبكم قوي. لايك وبتاع، انت اتفرجت على الفيديو وصلت لحد هنا، لايك بقى، لايك وشير بقى وفولو يعني وما تنسوش. فولو يا جدعان، في ايه؟ يلا باي باي. عايز اكل برضو